وضعك في الصورة غايتنا. بداية منذ انطلاقة هذه البطولة في هذه الأدوار الأولى الفريق قدم مستوى رائع، كان هو الأفضل وكان هو اللي يستحق هذه الصدارة. الآن نحن تصدرنا وتأهلنا والحمد لله والشكر لله، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل مجهودات كبيرة لكل اللاعبين، لهذا الجمهور اللي دائما كما قلت أحد أسباب هذا التأهل، اللي ربما ساند منذ بداية هذه البطولة الفريق الوطني منذ بداية المباراة إلى آخر مباراة في كل المباريات يا محمد. وهؤلاء الشباب هؤلاء حكيمي الذي أعتقد أنه ضحى كثيرا، صحيح ضحى كثيرا بنفسه، صحيح، ودموع الفرح طبيعية لأنه عانى من عضلة خلفية بإصابة كبيرة، ومع ذلك قاوم وقاتل من أجل خدمة المنتخب. أكيد وهذه تاريخية اللقطة محمد، وفترة سيبقى دائما في التاريخ، تأهل لثاني مرة في تاريخ المغرب للدور الثاني. نتمنى إن شاء الله أن نصل إلى أبعد نقطة. الآن عندنا جيل مميز من اللاعبين مع ثقة، مع مدرب جيد، مع هذا الجمهور الكبير كذلك. نتمنى إن شاء الله أن نظل إلى آخر بطولة، نحاول ما أمكن نلعب كل مباريات الآن باستمتاع، نستمتع ونلعب مباريات. الهدف كان وهو التأهل للدور الثاني. الآن تحقق التأهل للدور الثاني. الآن على اللاعبين مركز أول أن يستمتعوا أكثر بما هو قادم. كل شيء جائز في كرة القدم، لما لا الذهاب بعيدا في هذه البطولة؟ كما قلت دائما الحمد لله شكر لله، ونبارك كل المغاربة في المغرب، في العالم، في الوطن العربي، ونبارك العرب. تأهل المغرب يعني يشرف الآن، فهو يمثل ليس فقط المغرب، يمثل العرب في أرض عربية، في مونديال، في قطر. هذا شيء مميز، ولاحظنا كل الجمهور من كل الدول، من الكويت، من الإمارات، من السعودية، من فلسطين، من كل الدول العربية، من قطر، كلهم هولندا بعد تشجعوا المغرب. الوحيد اللي كان يشجع هو دوليتش من هولندا. ولكن شيكو جاء وكان لونه اصفر، كان مرهقا فعلا. الضغط كان كبير حتى الدقيقه الاخيره، صدقوني مرهق من هذه المباراه. يجب ان تكون فخور. انا فخور جدا. نعم انا ارى ذلك، ولكن الجماهير كانت رائعه. انا قلت دائما هذا هو الحافز، دائما موجود. هذا الجماهير تكون موجوده، تكون وراء الفريق، والفريق يؤدي بشكل جيد. هذا الركراكي فوق الاعناق يوسف. ولا واحد محمد الوطني يقود المنتخب المغربي الى افضل مشاركه في تاريخ المغرب، صحيح، بالنقاط وبالنتائج في هذه المجموعه الصعبه. 7 نقاط كان افضل انجاز. الخمس نقاط اللي هو 86 كانت نقطتين للفوز ونقطه واحده للتعادل. في 498 كان 4 نقاط. هذا كان هو الافضل في التاريخ مشاركه بالنسبه للمغرب. وفي اعتقادي ولا واحد كان ربما يعتقد ان الركراكي فضل شهرين فقط، مباراتين فقط قبل بدايه بطوله كاس العالم، ان يحقق هذا الانجاز، وانجاز تاريخي. ومبروك والف الف الف مبروك اخويا طارق. دكتور طارق اشرف حكيمي يفوز بجائزه افضل لاعب في هذه المباراه بعد ان قدم مباراه كبيره، خاصه من جانب الدفاعي، تحمل على الاصابه وصنع الهدف الثاني للمغرب. اول شيء الف مبروك كابتن يوسف، المبروك للمغرب، المبروك لنا جميعا كعرب في وصول المنتخب المغربي للدور ال16. ان كان هناك افضل لاعب، انا بوجهه نظري تقدم للجمهور الكبير العظيم والعظيم الله سبحانه وتعالى في حضوره ومساندته وتواجده ودعمه للمنتخب المغربي في مباراه اليوم. مباراه صعبه جدا، خصوصا في الشوط الثاني كان هناك في ضغط كبير جدا على المنتخب، ولكن استطاع ان يخرج بهذه النتيجه وبهذا التاهل في المركز الاول. ينتظر مجموعه اسبانيا والمانيا من هو الاول من هو الثاني لكي يواجه في الدور 16. وعمل كبير جدا كابتن وليد الركراكي مدرب المنتخب، عمل كبير في ظل الشهرين، عمل كبير في ظل الضغوطات والآمال وأيضا الأهداف والعمل اللي مطلوب منه كمدرب لكي يأخذ هذا الجيل إلى الدور 16. إنجاز كبير جدا بالنسبة للكابتن وليد، لهؤلاء اللاعبين الأبطال اللي هم كل واحد فيهم بكل تأكيد يعي هذه المسؤولية ويعرف هذه المسؤولية، وكي يصل إلى هذه النقطة كان عليه من التضحيات، وأكبر تضحية قدمها لنا طبعا أشرف حكيمي في تحامل على الإصابة وتواجده مع المنتخب والعمل بكل جد واجتهاد، ولذلك وصل المنتخب المغربي إلى الدور 16.
يعني المشاهدين زياش بوفال ايضا قدم مباراه كبيره وخرجا بسبب الارهاق وكثره الواجبات الدفاعيه في مباراه اليوم. طبعا الكل للامانه الكل قدم مباراه كبيره، لكن يعني يمكن المشاهد مو قادر يشوف الاجواء الجميله والاجواء الفرح، وايضا الفرحه على الجميع في الملعب في التاهل. للامانه يمكن المنتخب المغربي وقع في مجموعه صعبه جدا، فيها وصيف النسخة السابقة، وفيها المصنف الثاني على مستوى العالم منتخب بلجيكا، فيها منتخب كندا الغامض اللي ممكن كان يعمل مفاجأة في هذه البطولة، ولكن استطاع أن يتصدر وبجدارة. نعم يمكن استقبل مرماه هدف واحد، لم يخسر في المجموعة، تصدرها وبجدارة، ولذلك نبارك لنا جميعا ونبارك لكل من ساند المنتخب المغربي، كل الشعوب، كل العرب، كل من يحب كرة القدم كان وراء الكرة الجميلة اللي قدمها المنتخب المغربي طيلة الثلاث مباريات. تنتظر بكل تأكيد مغامرة أخرى في الدور 16. حتى هذه المباراة فقط منتخبان بشباك نظيفة، كان منتخب المغرب ومنتخب البرازيل فقط، بقية المنتخبات دخلت في مرماها أهداف. هذه النسخة، هذه التجربة، هذه النتائج رود قد تكون دافع كبير لكرة القدم الإفريقية من خلال المنتخب المغربي الذي قارع وتفوق على اثنين من أفضل منتخبات في أوروبا والعالم، بلجيكا كرواتيا. الأمر الجيد أظن أنهم تعلموا الكثير من هذه المباراة كذلك، لأن الشوط الثاني كانوا خائفين قليلا. رأينا منذ 15 دقيقة في الشوط الثاني رأيناهم يعودون إلى الدفاع محاولين الاحتفاظ على الكرة بصعوبة، وكان هذا مبكرا جدا ربما، وأعطوا للمنتخب الكندي كل الإمكانيات لكي يهاجموا. إذا يجب التعلم من هذه التجربة خاصة الشوط الثاني. أنا أفهم تماما الأحاسيس المختلطة، وانطلاقا من هنا أريد أن أهنئ كل المغاربة في هولندا لأنهم يتابعون بالتأكيد. إذا تمتعوا بهذا الفوز، احتفلوا احتفلوا، لا تحطموا أي شيء، احتفلوا فقط، هكذا يجب أن يكون الأمر. إذا الجميع في هولندا المغاربة تهانينا لهذا الإنجاز الكبير. والدة حكيمي يوسف دائما موجودة، وكل تقريبا عائلات اللاعبين موجودين لمساندة. هو دائما يذهب بعد مباراة تقبيل رأسها ثم يقول أنا فخور جدا بأصولي بجذوري، ثم بمعاناة أبي وأمي بوظائف بسيطة جدا قاتلوا من أجل حياة كريمة ومن أجل أن أنعم أنا بطفولة أفضل وتعليم أفضل وكرة قدم أفضل، وبالتالي الآن جاء وقت رد الدين للمغرب أولا ثم لوالده ووالدته. هذا هو كلام حكيم. رضا الوالدين محمد ولا شيء يجي افضل منه طبعا. تكون مرضي والديك، ربي يرضى عليك ويوفقك ويحقق لك كل امنياتك. يقال لن تجد شخصا ناجحا في الحياه الا وكان له من رضا والديه نصيب، وحكيم مثال على ذلك. اكيد كل الناجحين عندهم رضا الوالدين الحمد لله، وهذا شيء مميز. يعني دائما هناك هذه المسانده وهذا التشجيع من عائلات. ذكرت لك قبل المباراة تشعر الأجواء بأنك في الرباط أو في الدار البيضاء أو في مراكش أو في طنجة أو في قنيطرة أو في المدينة المغربية. راح يقعدون إن شاء الله ويستمتعون. لوالدته بوفال في هذه اللقطة الجميلة جدا. يقال دائما الإنسان يريد أن يكون أفضل من الجميع إلا من أبنائه، يريد فقط من أبنائه أن يكون أفضل منه. صحيح هذا شيء سبحان الله، من يرضي والديه الله يرضي عليه. هذه نعمة الإسلام سبحان الله. يعني شوف تتبع الإنسان الناجح تجد أن وراه في أم وأب هو بار بهم ومرضي الله سبحانه وتعالى عن طريقهم. ترى هذه كلها رسائل، وهذه كلها درس مجانية للجميع. الشباب للاعبين، من هو بار بوالديه الله سبحانه وتعالى يجازيه كل الجزاء. من الرائع أن نرى ذلك فعلا، الأحاسيس مختلطة، وأظن بأننا سنرى احتفالا كبيرا جدا من باريس إلى بروكسل إلى أمستردام الليلة. فعلا الاحتفالات ستكون طويلة ليلة كاملة، والأعلام ستكون في كل مكان. من الرائع أن نرى هذه الصور لأنني كنت في الملاعب، ويمكن أن أقول أنني كنت موجود فعلا. كنتم هنا أيضا أليس كذلك؟ أنتم كنتم جزءا من هذا أليس كذلك؟ كيف ستكون ردة فعل الملك بعد ذلك؟ أكيد أنه سعيد الملك وفخور بأبنائه وهم يحققون هذا إنجاز تاريخي. وكان دائما هو متبع للاعبين. أكيد هناك اتصالات مع اللاعبين ومع المسؤولين على المنتخب. بالعكس يشرف الكرة المغربية ويشرف الكرة العربية،
انجازات ما في شيء افضل من الاحتفالات كرة القدم بدأت محمد. الى كورنيش الدوحه، الى سوق واقف، اليوم الدوحه ان شاء الله ما راح تنام. الى كل مدن المغربيه. هذه الاحتفالات ستستمر حتى الصباح. المغرب اكيد، أنا المدن كلها اليوم سهره بيضاء الى فجر الغد. كما قلت، الشيء الوحيد محمد اللي خرج الجمهوريه كره القدم، ولا شيء ممكن يخرج هذه الشعوب وتفرح وهذه الفرحه وهذه السعاده. الحمد لله. هذا الجيل، هذا الشباب، هذا الفريق قدم هديه لهذا الجماهير العريضه في المغرب ولا هنا في قطر ولا في كل انحاء العالم. هذه الفرحه اللي يستحقونها، لنا منذ مده لم نحقق اي انجاز. اخر انجاز كان تقريبا وصولنا كاس العالم 98 2018 نهائي كاس افريقيا في فقط. تونس، مركز ثاني. من 2004 صحيح كان انجاز ربما، لكن تأهل الى روسيا، تأهل كاس العالم نعم، لكن كإنجاز في كأس العالم محمد أظن فرحة استحقها وانتظرها المغاربة لسنوات عجاف. وكانت هذه الأرقام، هذا يعتبر أكبر إنجاز في تاريخ الكرة المغربية، أن تصل ب7 نقاط في هذه المجموعة إلى دور 16 إنجاز تاريخي. أكيد إنجاز تاريخي، وأنه مجموعة كما قال طارق كانت هي الأقوى قبل بداية. كان كل يرشح وصيف بطل العالم وثالث بطل العالم بلجيكا، ولا واحد كان يعتقد ربما المغرب سينافس ولكن بحظوظ اقل، لكن المنتخب صعد كبطل المجموعه واستحق. ومبروك مبروك مبروك للجميع. الف مبروك لمنتخب المغرب. لاعبو المغرب لعبوا في اكبر الانديه الاوروبيه، لعبوا. تفضل. هديه بسيطه، تيشيرت منتخب المغرب، ولكن بشرط عاد اغنيه هذه كنتي تغنيها فوق. اي واحده؟ جيبوها يا لا جيبوها. لا ثانيه. الله 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 الله. مبروك منتخب المغرب. شكرا يوسف على هذه المفاجاه. وهذا القميص مناسبة يتفائل فيه المغاربة، لأنه استوحي بالضبط من تصميم منتخب المغرب 98. أنت توقعت الفوز. توقعت الفوز، هذا جيد. وأتذكر بأنك قلت بأننا جميعا مدعون للعشاء الليلة، أليس كذلك؟ على حسابك. أنت قلت ذلك. حضر قدام. شكرا كابتن يوسف. مبروك المنتخب المغربي. أنا كرر مرة ثانية. التيشيرت هو هدية جميلة، لكن تواجدك معنا هو الهدية الأكبر. الله 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 الله. شكرا كابتن يوسف. وكرر بأن هذا التصميم استوحي من قميص المنتخب المغربي عام 98 عندما كان يوسف شيبو إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم قدموا نسخة تاريخية. تعادلوا آنذاك مع منتخب النرويج، فازوا على منتخب اسكتلندا، ولولا خسارة منتخب برازيلي من منتخب النرويج لكان يوسف وبقية هذه الكتيبة في الدور الثاني من مونديالي 98. مستمرون معكم في هذه التغطية بعد فوز المغرب وصدارة المغرب لهذه المجموعة، بالتوفيق لأسود الأطلس في دور 16.